البطاطس الفريسكاس المقرمشة. النهاردة جبنا لكم أبسط طريقة نعملها بيها وأسهل مكونات. تعمليها في 10 دقايق بس. مقرمشة من بره، طرية من جوه، لذيذة جدا. تقدري تعمليها كده كوجبة للعشاء للولاد أو سناكس كده ما بين الوجبات. جميلة جدا ومشبعة جدا. طبيعي هتعمليها كده تقدميها في سندوتشات معاها أي نوع من الصوصات ممكن اللي انت حباها. قبل ما نبدأ الفيديو، لايك وشير وسبسكرايب. تابع الفيديو كده للنهاية علشان تستفيدي وكومنت جميل منك. يلا نبدأ الفيديو معايا. اول حاجة هنجيب كده البطاطس تكون مخصصة للتحمير. هنجيب انا جبت هنا حبايتين من البطاطس، قشرتهم وبعدين هقطعهم كده وتكون القطع معايا سميكة مش رفيعة. السمك اللي انتوا شايفينه ده هو اللي انا هعمل بيه البطاطس النهارده. هقطع بقى كده الكمية بتاعتي وتقطعيها، ممكن تحطي شريحتين فوق بعض وتقطعيها علشان تقطعيها بسرعة. زي ما قلنا البطاطس تكون مخصصة للتحمير علشان بتفرق معايا في اللون والقرمشة كمان. خلاص كده قطعنا الكمية كلها. هنجيب بقى بولة ونحطها فيها ونغسلها ونشطفها كويس كذا غسلة. حطينا كده في البولة وابدأ ان انا احط المية عليها. هغسلها كده بمية كتير كذا غسلة لحد المية ما تبقى صافية معايا، وبعدين اصفيها احطها في مصفى لحد ما المية تتصفى منها تماما بالشكل ده. خلاص كده غسلناها كام غسلة، وبعدين هجيب بقى بولة واحضر فيها التتبيلة بتاعتي. هنا معايا معلقة من الفلفل الاسود، معايا معلقة من الملح، معلقة من البابريكا، معايا معلقة من الكركم وممكن استبدله بكاري عادي، معلقة من البصل البودر، معلقة من الثوم البودر، ومعايا معلقة من الشطة لو حباها تبقى سبايسي، معلقة من النشا، ومعايا 5 معالق من الدقيق. هفضل اقلب كده التتبيلة بتاعتي قبل ما انزل عليها بالمية. هبدأ بقى انزل المية معايا تدريجيا لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. ما تحطيش كمية المية كلها مرة واحدة علشان ما تبقاش سايلة جدا معاكي. خلاص كده وصلنا للقوام اللي احنا عايزينه. ابدأ بقى ان انا اصفي كده البطاطس كويس. اجيب بقى التتبيله وانزل عليها بالبطاطس كلها. انا كنت عايزه اعملها بطاطسيه بطاطسيه، فلقيت الموضوع يعني هياخد وقت معايا. نزلت كده بكميه التتبيله كلها على البطاطس وهفضل اقلب فيها كويس لحد البطاطس ما تتغلف معايا بالتتبيله. خلاص كده بعدين كده اجيب طاسه وزيت غزير وعلى نار متوسطه وابدا انزل بالبطاطس واحده واحده علشان ما تلزقش معايا لو نزلت بالكميه على بعضيها. هخلي النار عندي متوسطه، لا هي عاليه قوي ولا هي هاديه قوي، علشان لو خلينا النار عاليه قوي فهتاخد لون معايا بسرعه ومش هتبقى مستويه من جوه. سيبناها كده اهي، وشايفين اللون معايا لما وصلت للسوا اخدت لون معايا واستوت جدا من جوه. ابدا ان انا اطلعها. ويفضل ان انا لما اطلعها احطها كده في مصفى علشان تحتفظ بالقرمشه معايا علشان ما تطرش. وما بين كل قليه والتانيه بشيل الشوائب دي من الزيت علشان ما تشبطش في البطاطس اللي بعديها. احط بقى الكميه التانيه كده واسيبها لما تتقلي معايا وتستوي خلاص. بعد البطاطس ما استوت طلعت معايا كده بالشكل ده، جميله جدا ولونها تحفه واستوت من جوه جدا. يعني محتاجتش ان انا اسلقها الاول قبل القلي. جميله جدا مشبعه جدا. هتقدري تقدمي جنبها اي صوص انتي حباه، تاكليها مع الكاتشب عادي جدا، حطيها في سندوتشات. جميله جدا مقرمشه وكمان شويه كده من بطاطس من بهارات البطاطس الجاهزه مع الكاتشب. جميله جدا يا جماعه. لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش تعملي لايك للفيديو علشان يوصل كده لاكبر عدد من الناس. شيري الفيديو كده مع اصحابك وحبايبك، واعملي اشتراك في القناه وفعلي زر الجرس علشان كل ما انزل فيديو يوصلك.